يناير وشلون صارت 8 آذار عيد المرأة. واحنا قبل أحداث 2014 قبل ما نتعرف على هاي الفكر وفلسفة للقائد عبد الله أوجلان ما كان نعتبر 8 آذار عيد المرأة، أو بالأحرى ما كنا حتى نهتم ب 8 آذار شلون صار عيد المرأة. اليوم بندوتنا هاي رح نتعرف على شلون صارت 8 آذار عيد المرأة، عيد المرأة العالمية بجميع العالم. في عام 1856 أخرجت الآلاف من النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي كان يجبرهن على العمل تحت، ورغم أن الشرطة تدخلت لحتى يتفرغ هاي المسيرة أو هاي المظاهرة بطريقة وحشية لتفرق المسيرة، إنما هاي المسيرة نجحت في دفع المسؤولين عن السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة. بوقتها كانت المرأة عاملة، والمرأة ما كانت في مستوى بين المرأة والرجل، كان على طول المرأة تشتغل وحق المرأة مو مضمون، حق المرأة مأكول، وحتى ما يعترفون خاصة بالمرأة ولا يعرفون إرادة المرأة ولا حقوق المرأة. بهذا التاريخ سووا هاي المظاهرة حتى يثبتوا حقهم، حتى يطالبوا بحقوق كنساء بالعالم وبالمساواة بين المرأة والرجل، مثل ما كان الرجل له حقوق والمرأة له حقوقها، ولا يعني تطالب بحقها وعندها إرادة وتدافع عن حقها.